هلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم قريصات على شكل شنك كيجيو لذاذين خفافين بزاف كما كتلاحظوا معايا في الفيديو كيفاش كيجيو خفافين وقطنيين كيجيو هشاشين بزاف، واهم حاجة انهم تيجيو لذاذين بطريقة سهلة ومفصلة وجد بسيطة. غادي تجربوهم وغادي ينالوا اعجابكم. قبل ما ندوزو للوصفة وطريقة التحضير كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناة، تفاعلوا معايا بالضغط على زر الجرس، لايك والتعليق ديالكم. بالنسبة للمكونات ان شاء الله غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، قبيصة ديال الملحة، نص كيلو ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال قشور البرتقال، معلقة كبيرة مع مراش ديال الخميرة الكيميائية، عفوا الخميرة الفورية، وكذلك واحد نص كاس ديال السكر اولا على حسب الذوق اللي كتبغيو نتوما. انا ما كنبغيش الكرس ديالي يجيني حلو بزاف، كندير نص كاس ما يعادل 60 غرام كيكون كافي بالنسبه ليا. واخر حاجه هي الزيت، كندير 4 ديال المعالق كبار. كناخذوا اناء ديال اللي غادي نجمعوا فيه العجينه. غادي نديروا الدقيق، نضيفوا الخميره، قشور البرتقال. بالنسبه للملحه درت معلقه صغيره. بالنسبه للكرز كيبغي شويه الملوحه، ماشي بحال باقي الحلويات اولا باقي المخبوزات. كنديروا معلقه صغيره ديال الخميره، تكون شويه ما عمرش، ولكن نديروا واحد الكميه اللي كتكون لا باس بها. وكنديروا السكر، كنضيفوا 4 المعالق ديال الزيت. باش تسهل عليكم الخدمه من الاحسن انكم ديروا حفيره في الوسط وديروا فيها جميع المكونات، وديروا شويه الماء ولا شويه الحليب حتى كيذوب السكر مع الخميره. عاد تجمعوا الخليط، اولا الا تقدروا ديروا بحال اللي درت انا بحال هكا، انا كيعجبني نخدم بحال هكا. صافي كنضيفوا في الاول الحليب، كنديروا كاس كامل ديال الحليب وكنجمعوا العجينه. وبالنسبه للماء كنزيدوا شويه بشويه. بالنسبه للماء هنا نسيت ما وريتكمش، شات ليا واحد شويه تقريبا ربع كاس ما عامرش. صافي كنبقى نجمع العجينه تنعجنها مزيان، تندلكها مزيان تقريبا 5 ديال الدقائق، من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق كنبقاو ندلكو مزيان. بالنسبه لهاد العجينه واخا تشوفوها هكا مرخوفه ماشي مشكل، هاد العجينه كتبغي تجي هكا مرخوفه وكتلصق في اليدين، ما تجيش قاصحه. صافي من بعد ما دلكتها تقريبا 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، زدت معلقه صغيره، 2 معالق صغار ديال الزبده عفوا، عامرين شي شويه. وصافي وكنبقى ندلك بحال هكا حتى تدخل ليا الزبده في وسط العجينه. وكندلك مره واحده اخرى تقريبا من 5 حتى ل 10 دقائق. واخا جمعات ليا العجينه دخلت ليا الزبده مزيان في وسط العجينه، بقيت كندلك حيت الكرز كيبغي يدلك مزيان باش كينجح معاكم. الا عندكم العجانه كان احسن، ما عندكمش العجانه انا كيعجبني نعجن هكا بيديا، كنحس براسي خدمت العجينه. صافي كنبقاو ندلكوها نديوها ونجيبوها تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كتجمع وكترطب. كنغطيو عليها بلاستيك اولا السلوفان وكنخليوها ترتاح تقريبا 10 ديال الدقائق. انا ما خليتهاش في الصراحه 10 ديال الدقائق، هي من الاحسن تخليوها 10 ديال الدقائق. انا كنت مزروبه بها، خليتها تقريبا من 5 حتى 7 ديال الدقائق. صافي من بعد ما دلكتها مزيان كندهن شويه ديال الزيت من التحت ومن الفوق باش ما كتلصقش ليا في القصريه. صافي كنغطيها بلاستيك وخليتها ترتاح تقريبا 5 حتى 7 ديال الدقائق. من بعد المده ديال 7 ديال الدقائق اولا 5 دقائق ما عقلتش بالضبط، المهم هي من الاحسن تبقى 10 ديال الدقائق. جبتها بحال هكا وشكلت منها كويرات. درت كويرات صغيورين، واخا دابا مع الكاميرا كيبانوا كبارين ولكن في الواقع هما صغيورين، ما عرفتش علاش الكاميرا كبراتهم. شكلت تقريبا 14 الكويره. بالنسبه للحجم تقدروا ديروا الحجم اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. وخليتهم خمروا تقريبا ربع ساعه. خليوهم يخبروا القدر اللي بغيتو هكا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. وصافي عاد كنجبدوهم باش نبداو نخدموا بهم. كناخذوا الزيت كندهنوا السطح العمل بالزيت، شويه ديال الزيت، ما تكثروش الزيت بزاف، هكا شويه الزيت الجهد اللي غادي يطلقوا لكم. صافي كنبداو كنطلقوهم جيدا حتى كتولي لنا العجينه رقيقه وكيبدا يبان لنا سطح العمل. كنجيبوا واحد شويه ديال الزبده، هنا تقريبا عندي معلقه
درت معاها معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه ديال الزيت، خلطتهم مزيان وهكا دهنت بهم هذيك الوريقه ديال العجينه ديالنا. بالنسبه للزبده كنديرو غير شويه، كنأكد عليها، كنديرو غير شويه، ما نكثروش الزبده صافي. وكنبداو نديرو واحد الرولو، كنبداو نروليو العجينه. بالنسبه منين نبداو نروليو العجينه نحاولوا اننا ما نزيروش عليها هكا مرخوفه، كنرخفوا العجينه، كنحاولوا نلويو مرخوفين، ما نزيروش على العجينه، كنأكد عليها ما نزيروش على العجينه. كنستمروا بنفس الطريقه مع جميع الكويرات ديالنا وصافي. كنديروهم في واحد لاطه اولا نخليوهم غير على سطح العمل ونغطيوهم. خليتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق و خليتهم يتستراحوا 10 ديال الدقائق ومشيت كنوجد الكريمه اللي درت فيها كاس ديال الحليب ومعلقه ونص ديال الكريم باتيسري. صافي هادشي اللي درت في الكريمه ديالي. والسكر ضروري، السكر درت معلقه كبيره. بالنسبه للحلاوه كالعاده كيبقى لكم الاختيار، ديروا الحلاوه اللي بغيتو. صافي درتها على النار حتى جمعت ليا الكريمه وخليتها جانبا كتبرد. من بعد 10 دقائق كنرجعوا للعجينه ديالنا، كناخذوا اول رولو اولا اول حريبل كنبقاو نجبدوا فيه بحال هكا. من بعد ما كيتجبد مزيان صافي هكا كنبقاو نلويوه فحال ديما. التلويه ما كنزيروش عليها، كنحاولوا اننا نخفوا يدينا ما امكن. اللويه تجينا مرخوفه مزيان. غادي نعاود معكم وحده اخرى، لاحظوا معايا الطريقه. كنجبدوا مزيان العجينه هكا بيدينا بجوج ونحاولوا اننا نرخفوا العجينه ما بين يدينا باش ما تقطعش ولا ما تهرش لينا. المهم وكنبقاو نلويو هكا بشويه وما تنزيروش يدينا على التلويه باش نلقاو فين نديرو الكريم وفين تلقى العجينه فين تخمر على راحتها. صافي كنستمروا بنفس الطريقه مع جميع الحريبلات ديالنا. كنستفوهم في الطاوه اللي غادي ندخلوا الفران. كنديروا الكريم اللي وجدته من قبل في شي بلاستيك اولا جايب حلواني وكنبقاو نعمروا في الكريسات اولا الشنيكات ديالنا بهذه الطريقه. كنعمروا الفراغات، كنستمروا هكا بنفس الطريقه حتى كنعمروا جميع سميتهم سميتو الشنيكات اولا الكريسات ديالنا. وحنا كنعمرهم الا بانت لينا شي وحده ما ملصقاش مزيان كنعاودوا نلصقوها باش صارش لينا الرولو. صافي كناخذوا اصفر البيض كنديروه معها فاني وكنضربوهم مزيان. من بعد كنبداو ندهنوا الكريسات. بالنسبه للتزيين كنزينهم باش ما بغينا. نقدروا نديروا اللوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي، الشوكولا. انا هنايا استعملت الكوك، زينت بالكوك وبالزنجلان. نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا اولا شنو كان متوفر عندكم، ولا تقدروا ما تزينوهمش كاع تقدموهم هي هكاك. من بعد ما كنساليو كندخلوهم للفران اللي كنكونوا ديجا سخنا على 180 درجه الحراره وكنخليوه على 180. هاد الكريسات كيبغيو يطيبوا على نار تكون خفيفه. بالنسبه للتوقيت خداو ليا تقريبا نص ساعه. نتوما عينكم ميزانكم مره ردوا بالكم مع الفران. هما كيبغيو يطيبوا على نار اللي كتكون مهيله باش كيتنفخوا او ميم طون كيجيونا رطبين وكيطيبوا مزيان. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران تقدروا تدهنوهم بالناباج على كونفيتور. صراحه وصفه تستحق التجربه، جربوها ما غاديش تندموا. غتقدموها للفطور اولا كسكروت ولا للضياف ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هكا كتعاونوني باش انني نزيد نقدم لكم مزيد من الوصفات، وبيان سور تشتركوا في القناه. هكا وصلنا لنهايه لا فيديو. دمتم في امان الله وحفظه.